والصلاة والسلام على رسول الله. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم حبيت نشارك معكم وصفات تاع البريك العنابة. نقولوا البريك العنابي حنديروا على اصولو، يعني كيفاش يخدموه في عنابة. فورتها وملحتها، انا ما نغليهاش. بصل، معدنوس، زيتون. البصل هذا انا مدايره البصل الطويل هذاك مدايره قصه حتى الخضر راكم تشوفوا فيه، ما تنحيوش الخضر هذا الفايده بكل فيه. عندي البيض وعندي الفرماج تاع المثلثات، ولكن ما الفرماج طري وخلاص. انا نحط هنايا كميه تاع نعت لكم لي زيتاب كامل كيفاه. رايحه نحط هنا كميه تاع بطاطا تاعي انا مملحه. شوفوا الورق هادو انا خدمتهم سبيسيالمون كبار. دخلوا للقناه تاع الديول ولا الخطفه راح تلقاو الورقه هذه كيفاش خدمتها كبيره كيما هكا. سبيسيالمون درتها للبريك. ديروا حوالي 2 مغارف تاع بطاطا، ما نكثروش بزاف. حطوها هي الاولى، حاولوا نديروها على الجناب شويه طالعه وفي النص شويه فارغه هكذا في النص بلاصه ونحطوا العظمه هذه هكذا. نهزوا شويه تاع بصل، نحطوا شويه تاع بصل، نزيدوا شويه تاع معدنوس، نديروا من كل شويه شويه هكذا. نديروا شويه تاع معدنوس، شويه تاع الزيتون، نزيدوا الفرماج، هذه لازم كي نديروها مباشره نديوها نطيبوها، كي نقفلها بعد نطيبها. هذه انا راح نزيد لها شويه هريسه، واللي ما يحبش الهريسه ما يديرش. نزيد لها شويه برك ماشي بزاف، ما نكثر لهاش، نحاول نوزعها برك. دوكا ندير لها العظمه، انا نديرها مباشره. هاي العظمه تحكي في النص. العظمه هذه لازم نملحوها، ما نخليوهاش مسوسه. ندير لها شويه تاع ملح، ما نكثروش. الزيتون مالح والفرماج مالح. انا درت معكم البوراك، انا ديما نقول لكم ما تكثروش من الماء. شويه فلفل كحل، فلفل اسود، شويه رشه تاع فلفل اسود. ومن بعد نقفلها، نجيب لها الجوانب تاعها منا، نحاول نقفلها مليح. نفرشوا البطاطا هي الاولى. هذا البريك العنابي الاصلي كيفاه يخدموا. هنا اللي حابه تحط اللحم ولا الطون ولا كيما تحبوا. انا درتو سامبل بطاطا بصل هما ما يخلطوش البطاطا مع لي زانغريديون، يحطوا كل حاجه وحدها. اللي عنده اللحم ولا الطون ولا دجاج ولا يحب يزيدوا، كل واحد حر. انا درته لكم سامبل. نحطوا شويه بصل، ما يهمش بواه تبداو، تحبوا تبداو بالبصل، تحبوا تبداو بالمعدنوس، كيف نديروا شويه معدنوس، نديروا شويه زيتون، ندير شويه فرماج، كميه كيما تحبوا الفرماج. نزيد لها العظمه نديرها في النص، نخلي لها بلاصه نديرها في النص. هذا هو يجي بنين. لا شتا سامبل ما فيه لا لحم لا والو، يجي هايل. العظمه نزيد لها شويه ملح وما تجيناش صامته. نزيد لها شويه فلفل كحل، ما تكثروش، رشه تاع فلفل كحل. هذه هي. نقفل. دوك انا نقفلها مباشره، لازم نديها طول نطيبها، ما تستناش كي نديروها نقفلوا عليها. هي مش كيما البوراك، نقفل عليها مباشره. كي نقفل عليها هكذا دوكا مباشره نحطها في الزيت، نسحن طول، ما تخليوهاش تستنى. لا حبيتوا العظمه تاعكم طيب مليح نقصوا على النار، ولا حبيتوها ديروها عظمه مروبه. معناتها العظمه هو بلو تيرم تاعهم يقولها يسميوها عظمه مروبه. واش معناتها عظمه مروبه؟ معناتها ماشي طايبه من الداخل، الصفر تاعها يجي يسيح هكذا، ما يجيش جامد.
ولا حبيتوها من الداخل العظمه تاعكم طايبه مليح وعلى النار وخليوها طيب. نرمي لها الزيت وندورها هي في المقله باه طيب لي من الجوانب الكل كيف كيف. نرمي عليها الزيت كي نحيها نحطها فوق البابي ابسو. شوفوا انا طابت لي على جهه قلبتها، بقاو تدوروا فيها باه طيب لكم الجوانب الكل كيف كيف هكا، ونحيوها على بابي ابسوربون. نبقى ندور فيها باه طيب لي على الجوانب كيما هكا. العنابي قطروه مليح من الزيت، على بالكم البوراك يهز الزيت. انا درت لكم بطريقه مبسطه على اصولو. اللي يحب يزيد فيه الفيونداشي ولا بولي اشي ولا طون كيما تحب، هذا يرجع ليكم. لي دوني مديت لكم بسيطين، حبيتو تزيدوا فيه زيدوا فيه كيما تحبوا. جا هايل هاكم تشوفوا. حبيتو العظمه تجي طيبه نقصوا النار خلاص وخليوه يطيب بعض. الا حبيتو العظمه تاعكم ما تجيش طيبه من الداخل الصفر تاعها يجي ليكيد، زيدوا عليها النار وخليوها طيب. اي ما تطولش في الطياب. كي تنحيوها تفتحوا تلقاو الصفر تاعها ليكيد سايل. انا هكذا خلصت معاكم. نتمنى انكم تابونيو في لاشين، تفعلوا الجرس ليوصلكم جديد وديروا لايك فضلا وليس امرا. والسلام عليكم.